السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجاي أبرامن ربي كلين سران سنافاقيو. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيتي الكريمة، في اليوم 1440 دقيقة، فلو قررت أن تجعلي منها 30 دقيقة فقط لتلاوة القرآن الكريم كلام رب العالمين، والذي هو صفة من صفات الرحمن الرحيم، مع التدبر والفهم، لكان خيرا لك من ملء الأرض ذهبا. فلا تتنازلي عنه مهما كانت الظروف، افعليه تعظيما لكلام ربك ويقينا بضرورتك وحاجتك، فستجدين فرقا عظيما في حياتك وبعد مماتك. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال الصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. فمن أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. لن أقول لك جربي، بل ابدأي حالا وعلى الفور، فالمتضرر الوحيد من التأخر هو أنت. واعلمي أخيتي أن حقيقة نجاحك في أن يكون القرآن أولى أولوياتك، فملازمة القرآن الكريم هو جنة قلبك وروضته. فلا تستعظمي إنجازات يوم خلا من القرآن الكريم، ولا تستحقري أعمال يوم كان القرآن حاضرا فيها. يقول ابن كثير رحمه الله: كرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه. وقال أحد التابعين: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن تحضره الشياطين وتخرج منه الملائكة ويضيق بأهله ويقل خيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. فيا أخيتي، لن تستوحشي ولن تحزني ولن تضلي مع القرآن، لأنه ربيع القلب وجلاء الحزن وذهاب الهم والغم. فحينما تقبلين على القرآن بكل قلبك وجوارحك وكيانك، سيكون أنيسك في حال وحشتك، وحافظك من الفتن، وشفيعك في قبرك وآخرتك، وهاديك إلى خيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.